شرحنا في الفيديو اللي فات دالة سم برودكت. في الفيديو ده هنستخدم دالة سم برودكت بطريقة متقدمة شوية برضو، وهي بديل لدالة كاونت اف. يعني لو انا عندي مثلا جدول فيه جدول مبيعات بالمنظر ده، فيه كود المنتج والكمية المباعة والسعر، وعايز اعرف كل منتج اتطلب قد ايه، يعني كل منتج متكرر في الجدول ده كام مرة. فبالتالي هنستخدم دالة سم برودكت اهو، هقول له بيساوي دالة سم برودكت، هنحط الشرط بتاعنا. فالشرط بتاعنا احنا عرفنا بنحطه ما بين قوسين، ادي القوس الاولاني اهو، هقول له كود المنتج اهو، هنزل لحد تحت. بعد كده هقول له بيساوي الشرط بتاعنا اللي موجود في ايه 2 اهو، ادي الشرط بتاعنا اهو موجود في 2 اهو، هقفله. طبعا الجدول كده بيرجع لنا قيمة اللي هي ترو او فولس. بص لو قفلت كده هيرجع لي صفر، مش هيشتغل. ليه؟ لان هو بيرجع لي قيمة ترو او فولس. طيب عشان اقدر اطلع انا من الحتة دي هضربه في واحد اهو، هضربه في واحد. ايه اللي بيحصل بقى؟ فولس بتتحول لصفر، وترو بتتحول لواحد. فبالتالي اي حاجة في صفر بصفر، واي حاجة في واحد بواحد، معروف. فلما ادوس انتر كده المعادلة اشتغلت اهي معانا تمام وزي الفل اهي، زي ما انت شايف اهي اشتغلت معانا. فبالتالي انا بقى عندي بديل لداله كاونت اف باستخدام داله سم برودكت بطريقه سهله وبسيطه اهي زي ما انت شايف. انا حطيت لكم الدولتين جنب بعض عشان تعرفوا ان هي نفس النتيجه اهي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لي سبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.